فاصبر على دينك يا عبد الله، كما قال الله عز وجل: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. فصبرا أيها المؤمنون، صبرا على ما أنتم عليه من الإيمان والدين في هذا الزمان، صبرا على توحيدكم وعقيدتكم، صبرا على منهجكم وأخلاقكم، صبرا على صلاتكم وصيامكم، صبرا على أذكاركم وقرآنكم، صبرا على هديكم الظاهر، صبرا على الاستهزاء والسخرية التي تجدونها هنا وهناك بسبب التزامكم بهذا الدين واستقامتكم. صبرا عباد الله. وأنت يا أمة الله صبرا على الحجاب والخمار والحشمة والحياء في زمن العري والتكشف والسفور. فصبرا عباد الله صبرا، فنحن والله في غربة شديدة. فمع هذه الشرور المتراكمة والأمواج المتلاطمة والمزعجات الملمة والفتن الحاضرة المدلهمة في هذا الزمان المخيف، مع هذه الأمور وغيرها نجد مصداق الحديث النبوي الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان القابض على دينه كالقابض على الجمر.